جميل السيد، أنا على استعداد أن أعطيه هذه المادة ليستخدمها أيضا كدليل، ولكن سأعرضها من السلام عليكم إلى السلام عليكم، ويلا يا صقر وارجينا أعلى مفخيلك اركب، شو راح يطلع بإيدك تسوي سوي. نتابع معا المكالمة كاملة. هل تساءل الأذكياء العباقرة لماذا، والرأي العام، لماذا هذه التسجيلات من دون بدايات ونهايات؟ السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. شلونكم أخي أبو صقر؟ إن شاء الله بخير. الحمد لله تمام. أخوك أبو محمد معك من حمص. يا أبو محمد. الله يكرمك ولله الحمد. حكى معي أبو محمد رياض، عم يقول لي إنه وصلتك أنت 100 لعندك، قلت له لا أنا ما إجاني شيء، بس بلغته للعقيد، قلت له للعقيد. أنا بلغته هيك، قلت له أنا ما إجاني شيء، إجوا للعقيد ونحن وصلنا له خبر إنه يتكلم هو، وأنا كنت عند الرائد أبو إبراهيم الصبح بكير، قلت له هيك وصل للعقيد، حطيته بالصورة. إيه. طيب بس الله يجزيك الخير أخي أبو صقر، بعد إذنك أنا حكيت مع العقيد رياض، ال100 الثاني إذا بتريد بس توصلنا لنا. طيب ما نحن بدنا نوحدكم، ما نحن واحد، أنا مشان تكون معي بالصورة أخي أبو صقر. على الأرض قائد اللواء اللي هو الرائد أحمد بحبوح هو المستلم، العقيد لسه ما ضبط أموره تماما. ايه بس هو فهمني انه انتم جسم واحد وانتم كذا، هيك فهمت انا. ونحن كل واحد باذن الله، لكن على الارض حتى تكسب. نعم خلص. نعم لك الثاني عبر ابو محمد للعقيد، خلص بنقول له حنطوف عبر ابو محمد، خلص بتكون هيك وصلت لهون ولهون باذن الله تعالى، باذن الله. والله يجزيكم الخير. واذا نعم قد ما بدكم هلا حنجيب لكم، مش حتاخذوا شيء ما بتتوقعوا. الله يكرمك. ونحن راح تشوفوا شيء ما بتتوقعوا كمان من فضل الله باذن الله. خذوني وعد، انت اعطيني بس كم يوم من هذا حتشوفوا شيء العجب يعني. يا رب الله يبشرك بالخير، الله يبشرك بالخير يا اخي. هول الاوباش ما معهم ماء وشايفينه بحياتهم ان شاء الله. نعم باذن الله تعالى، باذن الله. هذا موعود الله لنا سبحانه وتعالى. بس هذا رقم يسيفه عندك بعد اذنك اخي ابو صقر. ايه خليني اقول لك شغله، هلا في عندنا لغط، هلا كنت عم بحكي للعيد. نعم عندنا هلا قصه الاعلان عن تبني التفجيرات، هيدي اللغط اللي صار عليها. نعم. بدنا نشوف عميل، بدنا نحكي لينفي، بدنا نعطي رقم حدا يحكوه باسم الجيش الحر لينفي، لانه هنطلع كانه الجيش الحر هو اللي عامل التفجيرات بحلب. لا انت اعطيني رقم نقدر نوصل فيه على اي محطه وجاهزين. طيب انت اعطيني رقم بخلي المحطه تتصل فيكم، قل لي اي رقم. ليكو رقمي هذا معك. ايه فيك انت هذا الرقم بيطلع جنبي هلا حاليا ملازم اول عامر الزعبي، بيطلع وبيحكي الامر. بدنا حدا ناطق يعني على ناطق باسم الجيش، يطلع ناطق يعني الناطق هو امام الديك باسم الناطق باسم لواء خالد بن الوليد النقيب اياد الديك. هذا انا بكره اذا الله راضي بكون هنيك، لانه ما في عندهم جهاز ثريا، يعني تصور لوين الامكانيات. طيب وعنده بالرسكن ما في تغطيه ابدا. طيب شوف لي شو بدكم حاجيات للتغطيه والاجهزه وابعث لي اياهم كمان. طيب نحن المطلوب بس كم جهاز ثريا بتعرفون انت، وجهاز نت فضائي بس. طيب يعني امارسات، بعطيك امارسات احلى. طيب ماشي يعني لا الرائد معه لا ما اعتقد الرسمي معه. طيب حنعطيكم اياهم، حبعثكم امارسات واضغطوا انتم على العيد وخلينا نتوحدوا بقى، حاجه يضلنا مشرمين. نحن من البدايه ضلينا على النهج اللي نحن فيه، وهلا الناس كلها ماشي ورانا من فضل الله سبحانه وتعالى، لانه ضلينا على الحق والناس كلها على الارض هلا عم تتوحد. ماشي. فلا تقلقوا بالنسبه على الارض هون، لا تقلقوا انتم، بس نحن بدنا من هنيك يكون في عجل شوي اخي ابو صقر بعد اذنك. حنستعجل قد ما فينا، حنستعجل. طيب الله يكرمك. وهذا انا رقمي شايفه عندك اذا سمح خاطرك. الله يكرمكم. السلام عليكم. يلا مع السلامه. الله معكم. الله. وقف حمار الشيخ المعتزلي في العقبة. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا
أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. صدق الله العظيم. أستاذ رفيق، إذا تحدى عقاب صقر في مؤتمره الصحفي أي كائن في الكرة الأرضية أن يأتي بالمكالمة كل الشروط كاملة؟ اللي طلبها عقاب صقر أنا محققها بهذا التسجيل. لا بيقدر لا يلف ولا يدور ولا بيقدر يقول حليب ولا بيقدر يقول بطانيات. مع العلم هو لسه ما بيعرف شو فيه. أنا عم بحكي هي عن أول خطوة، ولا في خطوات كتير لسه، بس أنا حبيت مثل ما بيقولوا زدت له الطعم لحتى أرجيه شو قيمته وشو حجمه. هو مو قال عنده 500 ساعة؟ يلا يا عقاب إذا كنت شاطر اللي هي موجودة عندك خليه يجاوب. موجودة عنده هي، واللي راح ينعرضوا هلا بعد هذول نعم راح يكمل لنا اياهم هو